السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، طبعا وحشتوني. هتكلم معاكم فيديو النهاردة عن توقعات برج الحوت للنصف التاني من شهر ديسمبر يا برج الحوت. هنفتح على توقعات النصف التاني، وهنفتح برضو على طاقة الحبيب الشريك، طاقة تفكيره تجاهك ايه، خطواته، مشاعره. برج الحوت طبعا دي طاقة عامة، يعني خد الجزء بس اللي ينطبق عليك من القراءة، ممكن جزء بس والباقي سيبه لغيرك، وممكن كمان القراءة تكون عكسية. برج الحوت لو القراءة كلها انطبقت قول لي ده في كومنت. وزي ما احنا متعودين مجرد توقعات، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. طاقة برج الحوت للنصف الثاني من شهر ديسمبر. برج الحوت من الواضح كده، يعني شايفة ان في انفصال او في بعد ما بينك وما بين شخص، بس التور، يعني انا شايفة في انفصال، والشخص اللي انت منفصل عنه ده يعني انت مفتقده او حاسس بخساره اتجاه الشخص دوت. وفي نفس الوقت كده من الواضح ان العلاقه دي كانت قصه حب يا برج الحوت، قصه حب طويله، او انت اديت في العلاقه دي، لاني انا شايفه ان الامر دوت او العلاقه دي لسه مأثره فيك. في ممكن امور بتوضح لك الفتره دي شويه من الشخص دوت او من العلاقه دي، فانت بتوازن امورك كانك عايز تستنتج حاجه. ممكن تكون انت في طاقه انتظار، مستني امر معين متعلق بالشخص ده، مستني اتصال، مستني رجوع، يعني مستني تصالح، او مستني تعرف حاجه معينه. بس انا عايزه اقولك على حاجه يا برج الحوت، البعض منكم الناس المنفصلين انا شايفه ان العلاقه دي كانت في السر، او ممكن العلاقه دي انت كنت قافل على العلاقه دي بقالك فتره، او ممكن ما اعلنتش عن العلاقه دي يا برج الحوت. برج الحوت طبعا انا شايفه فيه طاقه مراقبه، ممكن كمان تكون طاقه مراقبه من برج مائي زيك، وبالتحديد لو سرطان. برج الحوت انت بتتعامل، او ممكن يكون انت انفصلت في العلاقه دي علشان طرف ثالث، يعني انت طلعت من العلاقة دي علشان طرف تالت، او ممكن يكون الشخص ده فضل الطرف التالت عنك. من الواضح كده ان انت كنت مستني حاجة معينة وما حصلتش، او بمعنى اصح ممكن يكون الشخص ده فضل الطرف التالت عنك، وده اللي طالع لي في الفايف اوف كب. انت خذلان وزعلان جدا. عايزة اقولك على حاجة كمان، ده انت الشخص ده انت اديته كتير كتير يا برج الحوت، يعني مش اديته وقت بس ومشاعر وحب، لا، ممكن كمان تكون انت كنت بتساعد الشخص ده ماديا، كنت بتقف جنبه. يعني الشخص ده من الواضح كده ان انت كنت مهتم بيه زي الطفل الصغير، يعني انت كنت بتقف جنب الشخص ده، كنت مخليه مدلل، يعني انت كنت مميزه، مخليه شخص مميز، في خسائر مادية كمان. ومن الواضح كده ان العلاقة دي يعني شايفة فيها طرف تالت، او ممكن انفصال بسبب طرف تالت، او انت ممكن اكتشفت ان الشخص ده متزوج او في عنده طرف تالت وانت ما كنتش تعرف. بس انا شايفة الانفصال التور التريو بانتيكل بسبب امر متعلق بطرف تالت، وللاسف ده اللي خذلك وخلاك اديته ظهرك يا برج الحوت. بس برضو ده ما يمنعش ان انت برضو منتظر حاجة، ممكن تكون انت لسه بتراقبه، وشايفة برضو في برج مائي بيراقبك، برج مائي وبالتحديد لو سرطان او حوت زيك. طبعا انا ظاهر معايا الجوزاء، ظاهر معايا الجوزاء، فممكن البعض منكم كان في علاقه مع الجوزاء وتم الانفصال، او اوريدي انت لسه عايز تاخد قرار ان الشخص دوت مش قادر ياخد خطوه اتجاهك، فانت عايز تنفصل، او انت ممكن هتبتعد علشان تشوف رد فعل الشخص ده ايه. وظهر كمان معايا السور، ظهر كمان معايا السور يا برج الحوت. برج الحوت شايفه فيه مبلغ مادي جاي لك. ممكن البعض منكم يكون بدأ عمل من قريب، او ممكن انت في عمل مثلا بقالك كام شهر، 3 4 شهور، او من النصف التاني من سنة 23. فانا شايفة ان ممكن يكون الدخل اللي بيجي لك او الربح من العمل ده صغير، لكن في امر ممكن انت بدأت فيه، يعني زودت مثلا ساعات عمل عندك، او ممكن في حاجات انت زودتها في العمل، لاني انا شايفة انت بذلت مجهود، ونتيجة المجهود ده في ربح او في زيادة في الدخل اللي بيخش لك من العمل ده يا برج الحوت. برج الحوت شايفة كمان ان انت بتحاول تسيطر على مشاعرك اتجاه حد، يعني ممكن تكون انت في الوقت الحالي عايز تبين لحد ان انت آه، مهتم بحياتك، بعملك، بامورك او اولوياتك انت بس. شايفة ان انت بتحاول تتمكن من مشاعرك وتداري مشاعرك، عايز تتوازن بقى. يعني ايه؟ يعني عايز ترجع لنفسك التوازن، وتبدأ ان انت تشوف امورك الخاصة بيك،
شايفه ان انت بدات تسيطر عن مشاعرك اتجاه حد. برج الحوت يعني ظهر معايا الثور وظهر معايا العذراء. في عندك بدايه جديده، في عندك بدايه جديده، او ممكن انت اوريدي دخلت بدايه مع الثور او العذراء، وممكن تكون العلاقه دي لسه هتبدا، بس ممكن يكون فيها نوع من التجاهل شويه. يعني ممكن تحس ان الشخص دوت مضغوط طول الوقت، او في عنده مشاكل، او عنده شغل كتير طول الوقت. فهتحس ان انت يعني الشخص ده آه، ممكن يكون تقيل في مشاعره شوية، وفي نفس الوقت برضو ساعات هتحس ان هو متجاهلك. لكن انا عايزه اقولك ان سبب التجاهل دوت ان الشخص ده فعلا ممكن يكون في عنده ضغوط كتير يا برج الحوت. برج الحوت انا ظاهر لي الابراج الترابيه كلها عندك، يعني ثور عذراء والجدي. برج الحوت، عايزه اقولك على حاجه. انا شايفه دلوقتي ان في شخص بيلفت انتباهك، يعني في حد بيجذبك ليه، بيلفت انتباهك، بيبين لك ان هو شخص قوي، ان هو شخص ممكن عنده ماديات، ان هو ممكن يتقدم لك. آه يعني انا شايفه ان هو بيجذبك ليه وبيلفت انتباهك كده. بس انا عايزاك تحذر من الشخص ده، لان من الواضح كده ان الشخص ده ليه غرض او ليه هدف تاني خالص غير اللي انت متوقعه. يعني انا شايفه ان الشخص اللي بيجذبك ليه او بيلفت انتباهك دلوقتي، يعني ممكن الشخص ده يكون بيقول لك كلام وهو حقيقته حاجه تانية. يعني ممكن يقول لك ان انا في عندي حاجات كتير، وان انا بسافر، ان انا الناس كلها بتعتمد عليا، انا شغال في مكان فيه سلطه، انا كده. تمام. فممكن شايفه في شخص بيحاول يلفت انتباهك وبيجذبك ليه، لكن انا شايفه ان طاقه تفكير الشخص ده هدف تاني، غير ترسيم، غير حب، غير مشاعر. طيب ممكن يكون برج ايه الشخص ده؟ فعلا شايفه ان يعني انت منتظر منه زواج، او منتظر منه آه يعني ممكن يكون الشخص ده وعدك بزواج، ممكن يكون الشخص ده وعدك بزواج. طيب ممكن لو انت بتتعامل مع القوس، اوكي، القوس او الدلو، يعني انا طالع لي برج الدلو وبرج القوس، اوكي. فانت لو بتتعامل مع الشخص ده والعلاقه دي لسه جديده، وفي اتفاق ما بينك وما بينه على زواج، على على استقرار، على ارتباط، ايا كان، التزم معاك بوعد، فانا عايزه اقول لك ان انت مش كل حاجه يقولها لك يا برج الحوت تصدقها. هو بيلفت انتباهك، بيبين لك حاجات كتير، ممكن كمان يكون بيبين لك ان هو مهتم بيك، ان هو بيقف جنبك، بس حاذر، لان نوايا الشخص ده طالع لي في نوايات ديفل، حاجه سلبيه او حاجات مش احسن حاجه، اوكي. طيب برج الحوت، طبعا شايفه في عندك نقله، ممكن يكون سفر او عتبه جديده عندك يا برج الحوت، بس هتبقى بمساعده حد. يعني انت مستني في حد يساعدك في امر متعلق بنقله، ممكن النقله دي تكون سفر، او ممكن النقله دي تكون نقله بيت عندك. برج الحوت شايفه في طاقه غيره، في طاقه يعني غيره، شك. انت في طاقه حيره من ناحيه شخص. الشخص ده ممكن يكون دلو او ثور او اسد او عقرب. فممكن يكون انت في طاقة حيرة، انت مستني ان الشخص دوت يرجع لك، او ممكن مستني الشخص ده. التين في كاب بيبقى فيه استقرار ما بينك وما بينه في امر معين انت مستنيه من الابراج دي، الدلو والثور والاسد والعقرب. فانا عايزه اقول لك ان انت ممكن كمان يكون في بلوك، يعني ممكن يكون في بلوك ما بينك وما بين الابراج دي، فانت مستني ان الشخص ده يفتح بلوك والعلاقه دي ترجع تاني. او ممكن الشخص ده نهى امر معاك، فانت مستني ان العلاقه دي تتطور تاني وترجع تاني زي الاول. يعني ممكن انتوا كنتوا في علاقه وبعد كده قال لك لا خلينا اصحاب، او لا انا مش هقدر اخد خطوه، انا في عندي مشاكل، في عندي حط حاجز ما بينك وما بينه، او انت حاسس ان في حاجز ما بينك وما بينه، انت مش عارف نوايا ايه لغايه دلوقتي. فممكن يكون هو في شيء كان يعني متطور ما بينك وما بينه، متعلق بحب او مشاعر، وبعد كده لقيت الشخص ده يختفى او عمل بلوك، او وقف العلاقه، قال لك لا استوب، مش هينفع ان احنا نتعدى الحدود اكتر من كده. عايزه اقول لك ان الشخص ده لو اوريدي يعني الشخص ده هو اللي عمل حاجز، فانا عايزه اقول لك ان الشخص دوت هيرجع تاني يطور العلاقه ما بينك وما بينه. الشخص ده ممكن يكون في عنده ظروف ماديه او ازمات ماديه، علشان كده لما حس ان العلاقه هتتطور وكل ما بيجي شيء يلزمه بامر، لا هو بيتراجع، هو مش عايز يلتزم بشيء اصلا، لان الشخص ده في عنده ازمات ماديه، او ممكن يكون ظروفه الماديه فيها ضغوط شويه، وممكن كمان يكون هو اصلا يعني ملزم بحد تاني او بيصرف على حد تاني. لكن انا شايفه ان الشخص ده هيحاول تاني
يعيد العلاقة او يطور العلاقة. هو حاول يحط حاجز بس ما قدرش. شايفة ان هو هيحاول يرجع العلاقة تاني زي الاول، او هيحاول يرجع الثقة تاني ما بينك وما بينه يا برج الحوت. طيب برج الحوت، شايفاك متوتر ومتعصب قوي. برج الحوت من الواضح كده ان انت لازم تهتم بصحتك شوية. بتضغط على نفسك كتير قوي الفترة دي، ممكن تكون انت بتعاني من تعب او في امر عندك انت المفروض تهتم بيه بس انت مأهمل. يعني ممكن انت بتعاني من عرض صحي او في وضع صحي عندك فانت مأهمله شوية الفترة دي يا برج الحوت. حاول ان انت ترتاح، تاخد هدنة كده، تاخد وقت من الراحة، وتبدأ تنتبه لصحتك كويس جدا يا برج الحوت. برج الحوت طبعا يعني ممكن يكون في عصبية او في توتر ما بينك وما بين حد مقرب منك، وخاصة لو حمل. يعني ممكن لو انت بتتعامل، ممكن ليك اخ واخت، حد من المقربين قوي منك من برج الحمل. مش بالتحديد طبعا الحمل، بس انا ظاهر معايا الحمل. عايزه اقول لك ان ممكن يبقى فيه خلاف، وممكن الخلاف ده ممكن يكون بسبب ميراث او بسبب شيء حق. يا الحق ده ليه هو او ليك انت، بس هيحصل توتر، او ممكن انت هتحاول تثبت حق. يعني شايفه في امور متعلقه يعني بميراث، بحاجه فيها حق هتتفتح، وممكن يبقى فيه عصبيه شويه او توتر يا برج الحوت ما بينك وما بين الشخص ده. برج الحوت، في عندك نجاح الناس اللي بتدرس، او في عندك خطوات متعلقه بنجاح انت بتسعى بقالك فتره في امر. الناس اللي بتدرس، شايفه في عندك نجاح السكس اوف ووند، وفي نفس الوقت برضو النجاح ده العيون هتبقى عليك. يعني شايفه الناس كلها هتبقى مركزه معاك في النجاح دوت، وكأن الناس ما كانتش متوقعه ان انت تنجح بالطريقه دي او بالاسلوب دوت. بس اوريدي فعلا انت بتبذل مجهود بقالك فتره وعايز توصل للنجاح ده، كأنك عايز تثبت حاجه معينه لحد، او انت بتسارع الاحداث، او بتتغلب على بعض الامور او التوتر والمشاكل اللي في حياتك عاطفيا بقى ماديا، علشان كأنك عايز تنجح في شيء وعايز تثبت امر معين لحد. برج الحوت، انت زعلان، قافل على نفسك ومنعزل، زعلان من حد. يعني انا شايفه ممكن الحد دوت ممكن يكون اللي ظهر معايا في اول القراءه في طاقتك. الحد دوت ممكن يكون انت كنت مديله الثقه قوي، وممكن انت كنت مستني ان الشخص ده يصالحك او يعتذر لك او يرجع لك، فلقيت ان الموضوع اتأخر. يعني انت انتظرت ولقيت ان الموضوع ما رجعش، فخدت قرار ان انت بتقول لنفسك حتى لو رجع خلاص انا مش عايزه. بتقول لنفسك ان الوقت ده اكيد الشخص ده ما كانش بيحبني، او اكيد الشخص ده ما كانش شايفني اصلا. من الواضح كده ان العلاقة دي ممكن بقالها كتير، يعني بقالكوا كتير يعني منفصلين، واخد على خاطرك منه وبتلوم نفسك برضو يا برج الحوت. شايفة ان انت بدأت تعيد بناء نفسك من اول وجديد. برج الحوت، الناس اللي خذلتك انا شايفة ان انت بدأت تجمد قلبك من ناحيتهم شوية، رغم ان انت ما كنتش بتستحمل البعد، او كنت بتواجه، بتروح تعاتب على طول، بتتكلم. لا دلوقتي انا شايفة ان انت بقيت بترتب خطوات لنفسك، وكأنك بدأت تقول لا يعني انا هبص لنفسي اكتر، هبص لنجاحاتي، هبص لاموري الشخصية، هبص لحياتي انا بس. فشايفة كده ان انت بدأت تبص لنفسك اكتر يا برج الحوت. وممكن حتى الناس اللي انت كنت بتعاتبهم وباقي عليهم انت ما بقتش بتعاتبهم دلوقتي. برج الحوت، في عندك سفر. الناس اللي منتظرة سفر، ممكن موضوع السفر ده انت هتحارب فيه شوية، هتبذل فيه مجهود، ممكن يكون حد معترض على السفر ده، او في امور معلقة بالسفر ده، اوراق بقى، في حاجة انت لازم تقوم بيها. بس اوريدي في عندك خطوات متعلقة بسفر، بس ممكن هتحارب شوية في الامر دوت. هتشتغل على نفسك كتير قوي الفترة دي يا برج الحوت. برج الحوت طبعا طالع لي في عندك ترقية، في عندك نجاح في العمل زي ما قلت لك، لكن بعد ايه؟ الايت اوف بنتكل. انت حاطط نفسك جامد قوي في العمل الفترة دي، وكأنك زي ما قلت لك انت دلوقتي باصص لعملك، باصص لحياتك الشخصية. عندك ترقية نتيجة بذل مجهود عندك يا برج الحوت. برج الحوت، ممكن كمان البعض منكم يعني ممكن يكون في توتر ما بينك وما بين الشريك، ممكن يكون في شك، ممكن يكون في توتر. بس برج الحوت، حاول ان انت تصلح الامور ما بينك وما بين الشريك شويه. شايفه البعض منكم في عنده صدمات ممكن ما بينك وما بين الشريك،
طاقة تفكيرك كده بتودي وتجيب، يعني كأنك عايز تاخد خطوة كده ناحية الشريك تنفصل عنه. طبعا البعض مش الكل، يعني الناس اللي عندها توتر فعلا ما بينها وما بين الشريك، كأنك بتقول لنفسك انا استحملت كتير، او انا استنيت سنين كتير في العلاقة دي، وكل مرة برضو انا بتصدم. كل مرة برضو انا يعني بتوقع بلاقي الأسوأ، ما بلاقيش فيه تغيير. فشايفة ممكن ان انت حاولت تغير من الشخص ده، وخاصة كمان لو برج ناري، يعني لو اسد او حمل او قوس، وبتقول لنفسك لا يعني انا كل مرة برضو بلاقي نفس الاخطاء، وهو نفس الاسلوب ما بيتغيرش. ممكن كمان تكون بتتعامل مع شخص نرجسي، يعني اناني بيحب نفسه اكتر يا برج الحوت. وممكن يكون شخص مش مسؤول. فشايفه البعض منكم انت واقف كانك مستني تاخد قرار، يعني كانك مستني تاخد قرار ناحيه الشريك. ممكن يكون القرار ده بانفصال او في حاجه معينه في طاقه تفكيرك. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، لو انت في حاجة متعلقة بعدالة، يعني انت عايز حق من الشريك، او ممكن انتوا منفصلين بس مش مطلقين، فانت لسه مستني حق، فانا عايزة اقولك ان في حق راجع لك. في حق راجع لك يا برج الحوت. ظهر كمان معايا برج الميزان. يعني لو انت مبتعد عن الشخص دوت ومستني بقى خلاص الانفصال النهائي، او ممكن تكون مستني ان هو يرجع لك حقوقك، عايزة اقولك في حق راجع لك، لكن مش هيحصل انفصال يا برج الحوت. مش هيحصل انفصال. ممكن لما انت تتكلم في موضوع انفصال، او بمعنى اصح لما يحس الشريك ان في حاجات هيخسرها، فشايفه ان هو هيبدا يوازن الامور تاني وهيرجع لك حق. برج الحوت طبعا زي ما قلت لك البعض منكم، يعني السكس اوف كاب شايفه في حد مفتقدك من الماضي، وفي نفس الوقت البعض منكم في عنده بدايه جديده يا برج الحوت. بدايه جديده. عايزه اقول لك البدايه الجديده دي فيها خطوات متعلقه بترسيم. شايفه في حد عايز ياخد قرار سريع اتجاهك، لان الحد ده بيتمناك، او الشخص ده عايزك فعلا في حياته. لو انت في بدايه جديده او حاجه لسه مجرد اعجاب ما بينك وما بين شخص، والابراج دي ترابيه، يعني الشخص ده جدي او ثور او عذراء، عايزه اقول لك ان الشخص ده هياخد خطوات كويسه جدا اتجاهك. طيب برج الحوت، يعني طبعا احنا قلنا الابراج اللي ظهرت معانا. طيب نشوف كده بقى طاقة الشريك الحبيب، طاقة تفكيره ونواياه كده أو خطواته إيه اتجاهك. برج الحوت. برج الحوت طبعا الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر هننزل توقعات 24 لكل برج. ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واللايك علشان يوصلك كل جديد احنا بننزله. وزي ما قلت لك ان شاء الله في الاسبوع الرابع من شهر ديسمبر هننزل توقعات 24 لكل برج. طيب طاقة الحبيب او الشريك للنصف التاني من شهر ديسمبر. طاقة الحبيب او الشريك، الشخص ده بيفكر فيك ازاي او ناوي معاك على ايه بمعنى اصح. يعني ظهر معايا الثور. ممكن تكون انت بتتعامل مع شخص جديد شوية يا برج الحوت، يعني شخص ملتزم بالعادات والتقاليد، رجعي غيور، يعني ممكن يكون بيغير، او ممكن يكون بيفكر بعادات وتقاليد زمان شوية. ممكن الشخص ده يكون حد مشهور او في عنده سلطة او هو بيسعى لده. عايزة اقولك ان الشخص دوت ممكن كمان يكون الشخص ده عايز ياخد خطوة اتجاهك او يوضح لك امر معين، بس انا شايفة في حمل فوق ظهره. يعني ممكن يكون الشخص ده في عنده طرف ثالث في حياته. في عنده طرف ثالث، يعني ممكن الشخص ده يكون متزوج يا برج الحوت، او ممكن يكون منفصل بس لسه عنده اعباء من موضوع الانفصال، او ممكن يكون الشخص ده لسه بيعاني من موضوع الانفصال، لان طالع لي فيه طرف ثالث. الاعباء اللي فوق ظهره او الضغوط اللي مخليه الشخص ده متباطئ في الخطوات اتجاهك، طرف ثالث. طيب لو الشخص ده معاك في الوقت الحالي، هو ليه بيتعامل معاك كده، او ليه ممكن مش مديك الاهتمام او التقدير؟ عايزه اقول لك برضو ان الشخص ده فيه تدخل من طرف ثالث، هو اللي مبوظ العلاقه ما بينك وما بينه. ممكن يكون الطرف الثالث ده اهل، يعني ممكن يكون اهل عنده يا برج الحوت. طول الوقت العلاقه فيها دفاع عن النفس، يعني انت بتدافع عن نفسك، عايز تثبت له ان انت اللي صح، وطول الوقت هو كمان عايز يثبت لك ان انت رايك غلط او ان هو اللي صح. اون اوف.
ممكن كمان الشخص دوت يكون كان مستني منك حاجه معينه وانت عاندت معاه وما قمتش بيها. يعني ممكن كان مستني خطوه ان انت ترجع له، او ان انت تصلح موقف، او ان انت تعتذر، او ان انت تبين حب او مشاعر وانت ما قمتش بالخطوه دي. علشان كده هو كأن الشخص ده واقف مستني منك رد فعل معين. قلبه جامد شويه يا برج الحوت، بتتعامل مع شخص ديكتاتوري شويه، يعني بيعرف ازاي يتحكم في مشاعره. ممكن حتى لو الشخص ده لسه جديد في العلاقه دلوقتي، بس انا عايزه اقول لك التو اوف كاب، الشخص ده فعلا متعلق بيك او متمسك بيك يا برج الحوت. يعني ايه؟ الشخص ده عايزك، بيفكر فيك، ممكن كمان يكون فيه طاقة تخاطر، يعني بيفكر فيك بنفس الطريقة، بس هو بيحاول يداري مشاعره. ممكن كمان ساعات بيحس ان المشاعر ضعف، او لا انا هستنى لما الحوت هو اللي يبين مشاعره، الحوت هو اللي يهتم، هو اللي يتواصل، هو اللي يدي في العلاقة اكتر، وانا هبدأ ابين له تدريجيا. اوكي. فانا شايفة ان هو يعني حاسس ان هو لما يبين مشاعره او حبه تجاهك ده هيبقى ضعف بالنسبة له. الشخص دوت متمسك بيك زي ما قلت لك، في مشاعر منه، في طاقة تفكير، بس في حاجز ما بينك وما بينه يا برج الحوت زي ما قلت لك، الطرف الثالث. هو ده العبء اللي فوق ظهره، يعني هو ده العبء اللي مخليه ممكن يكون لغاية دلوقتي الشخص ده مش قادر يقدم لك حاجة، او مش قادر يعمل حاجة عشانك. طيب مشاعره ايه؟ من الواضح كده ان هو شخص ناجح في عمله، او ممكن يكون في عنده تحقيق هدف. فعلا العلاقة دي فيها طرف ثالث يا برج الحوت. هو شايف ان انت حاولت تأثر عليه بسبب الطرف الثالث. يعني ايه؟ يعني ممكن هو شايف ان انت اختفيت او بعدت عنه فترة، او ممكن عملت كنترول شوية في العلاقة ما بينك وما بينه، لغاية ما يوضح حد ما بينك وما بين الطرف الثالث. يعني انت غيرت اسلوبك ومعاملتك معاه لغاية بقى ما خلاص يديك يعني اهتمام، يديك تقدير، يتصرف، يعمل اي حاجة، اي خطوة علشانك. فممكن تكون انت ابتعدت او اختفيت فترة. لكن انا عايزه اقول لك، لو طيب انتوا في العلاقه دلوقتي، انا عايزه اقول لك ان الشخص ده فعلا نوايا استقرار. التين اوف كاب هو عايز استقرار معاك يا برج الحوت، هو عايز استقرار معاك. الشخص ده طبعا شايفه فيه قرار منه سريع او خطوه سريعه. ممكن يكون انت اختفيت، او ان انت حطيت حاجز، او ممكن انت غيرت اسلوبك معاه، علشان انا شايفه ان رد فعله سريع ناحيتك بعد اختفائك، او بعد ان انت تجاهلته شويه. يعني انت لما بدأت تتجاهله، هو بدأ عايز ياخد خطوات سريعة اتجاهك. طبعا في طاقة مراقبة منه، خاصة يا برج الحوت لو انت كمان بتتعامل مع برج زي ما قلت. يعني انا ظاهر معايا الثور، وظاهر معايا الحمل، وظاهر معايا الجوزاء. يعني لو انت بالذات بالتحديد بتتعامل مع الابراج دي، انا شايفة في طاقة مراقبة. طيب ايه مصير الطرف الثالث؟ او هل الشخص ده فعلا ممكن يواجه الطرف الثالث علشانك؟ عايزة اقول لك ان ممكن هيسيب الوضع معلق، الهانجد مان. يعني ممكن الوضع يبقى معلق ما بينك وما بين الطرف الثالث. يعني معنى كده ان الطرف الثالث برضه هيفضل موجود يا برج الحوت. الشخص ده ممكن يكون الناين اوف سوورد، هو مش مرتاح، في عنده ارق، في عنده عدم نوم، او ممكن حاسس ان هو مش مرتاح في حياته، ممكن مع الطرف الثالث، او في توتر ما بينه وما بين الطرف الثالث، بس هو محتاج او مضطر ان هو يسيس الامور، او يسيب الوضع معلق ما بينه وما بين الطرف الثالث. في حاجة مشتركة ما بينه وما بين الطرف الثالث، ممكن مصالح مشتركة، ممكن في أطفال، ممكن يكون الطرف الثالث شخص قوي، فهو خايف إن العلاقة مثلا تنهار بسبب أي شيء تاني. لكن أنا شايفة مصير الطرف الثالث هيفضل موجود، أو فعلا الهانجد مان، يعني شايفة الوضع هيفضل معلق. طيب اتجاهك أنت هياخد خطوات؟ فعلا هياخد خطوات، فعلا هياخد خطوات زي ما أنت ما شايف. يعني الكينجز اوف كاب والتين اوف كاب يا برج الحوت، الشخص ده هياخد خطوات، وخطوات سريعة كمان. يعني أنا شايفة في قرارات منه سريعة، بس القرارات دي بناء على إيه؟ على حاجة أنت قمت بيها، أو في شيء أنت غيرته. يعني ممكن أنت لو كنت بتساعده وقفت مساعدة، لو أنت كنت طول الوقت أونلاين مثلا على السوشيال ميديا أنت اختفيت، ففي شيء أنت قمت بيه، علشان كده أنا شايفة في رد فعل منه سريع. ممكن كمان كان طول الوقت الشخص ده بيهددك بالرحيل، او ان هو هيمشي، او ان هو في عنده توتر، في عنده ازمات في حياته، فهو مش هينفع يكمل. آه
يعني كان الشخص ده كان طول الوقت بيحسسك كده ان هو ممكن يختفي في اي وقت، او ان هو ممكن في اي وقت يسيبك. تمام. لكن انا عايزه اقولك ان الشخص ده حاول فعلا ان هو يبتعد عنك يا برج الحوت. والشخص ده كمان ممكن حاول ان هو يحسن العلاقه مع الطرف الثالث، او ان هو يشغل حياته باي حاجه تانية. عايزه اقولك ان هو معرفش، ما لقاش الاهتمام او التقدير والحب والمشاعر اللي كان بيديهوله برج الحوت. انت كنت بتديله بسخاء يا برج الحوت. يعني الحاجات اللي انت كنت بتديها له، انا عايزه اقول لك، او اللي انت كنت بتوضحها له، هو مش لاقيها مع حد تاني. طيب لو العلاقه دي انتوا لسه مبتدئين، عايزه اقول لك برضو في خطوات سريعه من الشخص ده. الشخص دوت حاول ان هو ياخد خطوات اتجاهك بس تباطأ شويه. ممكن كمان يكون في اعتراف منه، يعني ممكن الخطوه دي تكون اعتراف. يعني ممكن يقول لك انا حاسس ان في مشاعر اتجاهك، انا حاسس ان انا مش قادر استغنى عنك، انا خلاص اتعودت عليك. في امر الشخص ده هيقوم بيه فعلا، هيبين لك ان انت كأنك بتخف عنه اعباء. يعني ايه؟ يعني انت بتشيل عنه حاجات كتير، او انت الجنب اللي مهتم بيه. ممكن كمان يقول لك لا، يعني انا ما لقيتش حد يهتم بيا زيك، او انا ما حسيتش اني ان حد شايفني فعلا، او بيخاف على زعلي قدك. لان انا شايفه ان هو شايف فيك بعض المميزات. لكن يا برج الحوت ممكن يكون هيلومك على موقف حصل ما بينك وما بينه، بس انت اندفعت. لان انا شايفه ان الشخص ده زعلان بسبب اندفاع منك. يعني ممكن انت اندفعت بكلام، او ممكن انت كنت مستني حاجه معينه، رد فعل معين من الشخص ده وما حصلش، فانت اندفعت انهارت. فهو زعلان من رد فعل منك، فهو التزم الصمت، يعني فضل ساكت. اللي هو لا، انا برضو مش هرد على الحوت علشان ما نخسرش بعض. تمام. طبعا ظهر معايا القوس وظهر معايا الثور كمان. عايزه اقول لك ان الشخص ده فيه خطوات منه سريعه. ممكن يكون فيه زعل شويه ما بينك وما بينه، ممكن يكون هو بيتعامل بغموض معاك شويه لغايه ما يشوف، او ان انت تهدى بمعنى اصح. هو ملتزم الصمت، مش معنى كده ان هو خلاص العلاقه دي ما فيهاش حاجه او ما فيهاش خطوات تاني، لا. هو التزم الصمت، عايز يبين لك ان هو زعلان من رد فعل انت قمت بيه يا برج الحوت. رد الفعل بتاعك كان مندفع. طيب ممكن تقولوا لي لا، يعني انا ما اندفعتش، انا ما... انت بص بقى، انت عملت كل حاجه حلوه معاه، وجيت في موقف صغير هو فاكر لك الموقف الصغير دوت. او ما انكرش ان هو فاكر حاجات كتير كويسه انت قمت بيها، ساعدته وقفت جنبه وعملت حاجات كتير، قدمت له مساعدات. بس الموقف الصغير اللي انت اندفعت فيه ده جبت بقى اخرك، ده بقى اللي هو شايله لك. هو ده اللي مزعله منك يا برج الحوت. والتجاهل، ان انت ممكن بدأت تغير اسلوبك او معاملتك معاه، هو مش متعود على كده. طب انت عملت كده مثلا علشان هو ياخد خطوة او يتحرك، يعمل حاجة علشانك؟ لا، هو عايز الحوت يفضل زي ما هو، يبقى عندك الطفل المدلل زي ما انت يا برج الحوت، ما تتغيرش مهما يحصل. هو بقى يتباطأ، يتجاهل، يفضل مع الطرف الثالث، لا هو عايز كده. ممكن يكون بيتعامل بأنانية شوية معاك، لكن الاسلوب اللي انت اتبعته الفترة الأخيرة، عايزه اقول لك هو ده فعلا هيخليه ياخد خطوات سريعه اتجاهك. شايفه في طاقه مراقبه، الشخص ده يعني بيراقبك طول الوقت، وكانه عنده فعلا مهما يحاول يسيطر على مشاعره، لكن في قرارات منه. برج الحوت كمان ممكن يكون في تواصل ما بينك وما بين الشخص دوت، او اتصال مسج هيبين لك سبب صمته او سبب تجاهله. يعني ممكن يكون في اتصال منه، ممكن يكون في شات او كلام هيحصل ما بينك وما بينه، هيوضح لك ايه سبب صمته. يعني هيقول لك انا تجاهلتك، انا يعني اختفيت شويه علشان خاطر كذا وكذا. فممكن هيبقى في عتاب عن طريق اتصال، وهيوضح لك سبب صمته او سبب تجاهله طول الوقت دوت. طبعا انا ظهر معايا كمان الدلو. طيب برج الحوت، نشوف طاقتك مع كل برج كده ايه. برج الحوت دي طاقة تفكيره طبعا. زي ما قلت لك، لو فعلا العلاقة دي فيها طرف ثالث يا برج الحوت، لان طبعا دي طاقة عامة، يعني مش الكل الحوت يعني معاه طرف، في معاه طرف ثالث. فلو العلاقة دي فيها طرف ثالث زي ما قلت لك، عايزة اقول لك ان الوضع هيفضل معلق ما بينك وما بينه وما بين الطرف الثالث. طيب برج الحوت،
وده طبعا هيبقى خارج عن ارادته، يعني في سبب. طبعا انت تعرف اكتر ايه السبب اللي مخليه ان الوضع يفضل معلق ما بينه وما بين الطرف الثالث، هو خارج عن ارادته. طيب برج الحوت، نشوف طاقتك كده مع الحمل، او نشوف طاقة الحمل اتجاهك. في ولادة شيء جديد، في اخبار مفرحة، وفرة الامبريس طبعا، في وفرة، في شيء جديد او اخبار مفرحة ما بينك وما بين الحمل. طيب الثور، الايت اوف سورد، طبعا من الواضح كده ان الثور تعبان متكتف مضغوط قوي الفترة دي. ممكن يكون بيظهر لك العكس، او ممكن يكون بيظهر ان هو اوكي لكن هو مش اوكي. انا شايفة ان الثور تعبان جدا، في عنده ازمة، في عنده مشكلة، وممكن المشكلة اللي عنده دي ناس مقربة منه هم اللي حطوه فيها. فانت لو حسيت ان الثور متغير مبتعد في اسباب، فانا عايزه اقول لك ان هو فعلا في عنده ازمه، او في عنده وضع هو مش عارف يخرج منه. وممكن يكون تعبان، يعني ممكن يكون تعبان او مريض، او ممكن يكون في عنده مشكله. طيب الجوزاء، الجوزاء شايف ان انت تحقيق هدف بالنسبه له هو عايز يحصل عليه، هو عايز يحصل عليه يا برج الحوت. طيب السرطان، في طاقه مراقبه من السرطان اتجاهك. السرطان بيراقبك بس ممكن يكون مش مبين لك دوت، او بيراقبك في الخفاء. طيب الاسد، في اخبار مفرحه ما بينك وما بين الاسد. الفور اوف وند، اخبار مناسبه، احتفال ما بينك وما بين الاسد. طيب العذراء، شايفه ان العذراء ممكن يتعامل معاك شويه بالثقه بالنفس الفتره دي، تحس ان العذراء تقيل كده في نفسه، متوازن، متأني بمعنى اصح زي ما بيقولوا. لكن انا شايفه العذراء هتحس ان هو في عنده ثقه زايده شويه الفتره دي، او واثق من نفسه. طيب الميزان، الميزان وطالع لي الميزان، في عداله او في حق ما بينك وما بين الميزان. يا حق هيرجع لك انت من الميزان، او الميزان هيبقى عايز حق منك يا برج الحوت. بس في حق هيرجع لطرف فيكم ايا كان بقى مين المظلوم في العلاقه. طيب العقرب، شايف ان العقرب هيلفت انتباهك، هيجذبك ليه، او في تصرفات هيقوم بيها العقرب علشان يلفت انتباهك، هو عايز يجذبك ليه العقرب. طيب القوس، في تطور هايل ما بينك وما بين القوس، وفعلا القوس اتكرر معايا في الطاقه عندك وعند الشريك او الحبيب. شايفه ان العلاقه هتتطور للافضل للاحسن ما بينك وما بين القوس، في حاجات جديده هتحصل، او في تطور. يعني لو انتم مرتبطين ممكن العلاقه دي هتترسم. لو انتم اوكي يعني العلاقه اوكي متزوجين مخطوبين ايا كان، فشايفه في تطورات للافضل ما بينك وما بين القوس. طيب الجدي، شايفه ان الجدي محتاج يحقق نجاح، يقف على رجله بمعنى اصح. ممكن يكون مستني عمل، ممكن مستني نجاح في عمل، في شيء هو مستنيه علشان يخليه متمكن من نفسه اكتر. يعني ممكن لو انت مع الجدي وحاسس ان الجدي متباطئ، او لسه ما اعترفش بحبه، او بيعاملك مثلا بتجاهل شويه، لان الجدي مركز في امر متعلق بحياته الماديه او حياته العمليه، فهو ده اللي مركز فيه اكتر الفتره ديت. طيب الدلو، في ندم عند الدلو، الدلو ندمان من شيء، ممكن يكون كان بيعاملك مش احسن حاجه، لكن او العلاقه ما بينك وما بين الدلو كان فيها بخل شويه في المشاعر، يعني ممكن كان بيتعامل معاك باسلوب مش حلو، لكن انا شايفه فيه طاقه ندم عند الدلو. طيب الحوت مع الحوت، شايفه ان الحوت مع الحوت العلاقه دي ممكن تكون بدات ووقفت مره واحده. يعني ممكن يكونوا انتوا اتكلمتوا مع بعض، تواصلتوا مع بعض، لمحتوا لبعض كده باعجاب، وبعد كده حسيت ان العلاقه دي وقفت. او ممكن يكون في امور حصلت، انت بقى مستني الشخص ده ياخد خطوه، يتكلم بقى، يطلب منك لقاء، يكلمك، يقول لك ان انا خلاص، ان انا مهتم لامرك، ان انا، فانت حسيت كده ان في كسل او في تباطؤ كده. لكن بعد كده انا شايفه ان الشخص ده هيفاجئك بشيء، طرف فيكم ايا كان بقى مين، الحوت والحوت. فانا شايفه ان في، لو انت يعني في طرف منكم مستني رد فعل معين من الحوت، شايفه في رد فعل بعد هدوء تام في العلاقه. هدوء تام ايه اللي هو مش مدي اي رياكت. يعني ممكن يكون الشخص اللي انت بتتعامل معاه مش مبين لك نوايا، مش مبين لك مشاعر، انت محتار في امره، سكت فتره كده او صمت فتره، يعني حسيت ان هو خلاص ما بيتكلمش، ممكن الا في عمل، ما بيتكلمش الا في دراسه، مختفي. لكن انا شايفه ان الشخص ده هيفاجئك بحاجه كويسه الفتره القادمه ان شاء الله يا برج الحوت.
هيوضح لك شيء ان العلاقه لا ما انتهتش، وان هو لسه ممكن حاطك في طاقه تفكيره، بس هو كان مستني ان العلاقه دي تتبني صح او يمشي معاك على خطوات صح. طيب برج الحوت، ناخد بقى رساله ليك انت للنصف التاني من شهر ديسمبر. في عندك شيء هيتاكد يا برج الحوت. يعني ايه الرساله؟ بتقول لك توكيد أنا ناجح في كل ما أفعله من خلال التأكيد والتصور. يعني خلي عندك دايما تأكيد في كل خطواتك يا برج الحوت، إن أنت شخص ناجح، إن أنت شخص إيجابي، إن أنت شخص مميز. خلي في عندك، ما يبقاش في عندك عدم ثقة بالنفس، فإنك تزرع بذرة لنتائج إيجابية. يعني أنت بتحط أساس لنتائج إيجابية. يعني ممكن تكون أنت بتبدأ شيء، فممكن ساعات بتحس بإحباط، ساعات بتحس إن النتائج مش هتبقى كويسة. لأ، خلي فيه عندك تأكيد وخلي فيه عندك ثقة بالنفس يا برج الحوت. طيب برج الحوت، نشوف نصيحة الملايكة ليك ايه. الملايكة بتقولك اتركه، ليت جو. يعني لو في حد انت حاسس كده ان الحد ده مش مناسب ليك، او حاسس ان الشخص ده متلاعب، الملايكة بتقولك اتركه او ابتعد عنه. لو الشخص ده فعلا بيحبك هيرجع لك تاني. استمع الى حدثك. برج الحوت، روحانياتك عالية الفترة دي. فعلا الملايكة بتقولك استمع الى حدثك، امشي ورا احساسك، امشي ورا احلامك. شوف لو انت في حلم كده، انت قمت من النوم حسيت ان في حاجة معينة كده، حاول يعني بتحاول تفتكرها. عايزة اقولك ان ممكن تكون اشارة او علامة ليك. الاحساس اللي انت بتحسه بيبقى صح يا برج الحوت، احساسك الداخلي بيبقى صح. عشان كده الملائكة بتقولك استمع الى حدثك. حدثك الداخلي دايما بيكون صح. وفي نفس الوقت برضو الملائكة بتقولك خليك حازم اتجاه شخص. يعني في شخص معين بتقولك خليك حازم اتجاهه، يعني ما تتهاونش في حقك. طيب الأوركل رومانس هتقولك ايه؟ الأوركل رومانس، الأوركل بتقولك الوقت ده أنسب وقت إن أنت تسيطر على حياتك يا برج الحوت. ان انت بقى ترتب خطواتك، ان انت تشوف حياتك هتكمل مش هتكمل. ان انت خلاص الشخص دوت انت حطك في طاقة حيرة مش عارف نواياه، لازم توضح حل، يا اما يبقى فيه مصارحة، او بمعنى اصح يعني ان انت خلاص تسيطر على حياتك، حتى من الناحية العملية او من الناحية المادية، تحط اهداف لنفسك وتمشي عليها. ده انسب وقت ليك يا برج الحوت. برج الحوت كمان الملائكة بتقولك في حب جديد انت بتجذبه ليك الفترة دي. يعني في انجذاب ما بينك وما بين شخص. يعني لو في اعجاب او في نظرات ما بينك وما بين شخص، انت عايز تتاكد ان الشخص ده معجب زي ما انت ما معجب بيه، او ان انت حاسس من ناحيته بحاجه. عايز اقول لك فعلا في انجذاب ما بينك وما بين شخص. آه يعني ممكن يكون الشخص ده لسه ما لمحش بحاجه، بس هو برضو منجذب ليك زيك بالظبط يا برج الحوت. طيب برج الحوت، الشخص ده شايفك ازاي؟ مهجور، يعني شايف ان انت ساعات بتنعزل، بتبقى مهجور كده مع نفسك. طيب شايفك ايه تاني؟ مخلص، هو شايف ان انت حد مخلص. طيب شايف ايه تاني؟ شايف ان انت في عندك اعتراف، يعني ان انت شخص بتعترف على طول، او ان انت بتقولي اللي جواك، يعني ما بتعرفش تخبي. شايف ان انت احيانا بتبقى طفولي او شخص زي الاطفال. طيب برج الحوت، رسالة بقى من عقله الباطن، رسالة من العقل الباطن للحبيب او الشريك اتجاه برج الحوت. طب احنا هناخد الكارت اللي طار. هو عايز يقولك من المؤلم للغاية أن أكون بعيدا عنك، ولكن هذا الألم لا يطاق. هو خلاص ما بقاش قادر يستحمل. يعني سبحان الله الكارت طار لوحده، كأن الرسالة عايزة تتكلم. الرسالة بتقولك إن هو مش قادر يتحمل خلاص، يعني هو وصل. أنت كأنك بتديله درس يا برج الحوت. طيب عايز أقولك كمان ما زلت أأمل أن نتمكن من جعل الأمور تعمل بيننا يوما. يعني هو في عنده أمل إن الأمور دي ممكن ترجع تاني، أو في عنده أمل إن هيبقى في علاقة ما بينك وما بينه. يعني في أمل إن هيبقى في شراكة، أو هيبقى في حب، أو هيبقى في رجوع، أو هيبقى في شيء معين ما بينك وما بينه. طيب برج الحوت،
اخر رسالة ليك معانا. برج الحوت، الرسالة بتقولك الممر قديم، في شيء قديم عندك بيرمز للمعاناة، يعني في شيء انت دايما حاطه في طاقة تفكيرك. الشيء ده ممكن يكون امر قديم عندك، يعني ممكن علاقة قديمة، او ممكن مش شرط عاطفية، ممكن صداقة، او ممكن حد مقرب منك انت اتخذلت منه، بس في امر عندك في الماضي انت عانيت منه كتير قوي. الامر ده لسه سايب اثر عندك لغاية دلوقتي يا برج الحوت. المعاناة او عدم التسامح في الماضي، الامر ده علمك حاجة ان انت ما تسامحش بسهولة. بس من الواضح كده من الرسالة ان الشخص ده او الحد ده او المعاناة دي اللي انت عانيتها في الماضي وسايبالك اثر لغاية دلوقتي، الحد دوت ممكن يكون مقرب منك، يعني ممكن يكون حد من الاهل، لان الحد ده خلاك قفلت على نفسك فترة، فضلت جوه الممر. لما بدأت تطلع حسيت برضو ان الشيء ده لسه سايب جواك اثر. حاول تنسى اي شيء بيديك طاقة سلبية يا برج الحوت، تمام؟ اطلع، يعني زي الورلد، اطلع للعالم. حاول ان انت تتغلب على اي طاقة سلبية. اي شيء قديم خلاص بيدينا طاقة سلبية، بيهز ثقتنا بنفسنا، لا خلاص نرميها ورا ظهرنا ونبص للي جاي، لان طول ما انت متذكر الماضي مش هتقدر تشوف اللي جاي يا برج الحوت. برج الحوت طبعا بشكرك جدا واتمنى لك السعادة والتوفيق يا رب من كل قلبي. برج الحوت ما تنساش لايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. بشكرك جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.